بتفتكرها؟ جت هنا وحسيت ان صاحبها معتبره فعلا صاحبه. فاكر المسلسل الفريد من نوعه الجميل، للاسف ان احنا ما شفناش زي ده، المسلسل اللي كان عامله المرحوم الممثل العظيم محمود مرسي. بتاع السجن. اه وازاي ان هو يعني شوف تكبد ايه عشان خاطر الحصان ده صديقه. طبعا. ففي حالة زي كده قابلت حضرتك؟ طبعا مثلا في برضه في حته من القرى برضه ناس يعني كان الدنيا مطر وبتاع، وفجاه لقيت الناس مطلعه بطاطين وراح مغطيه الخيل بتاعتها وحاطه لها على راسها حاجات والاكل بتاعه قدامه. برضه لا، في نوع من انواع الاهتمام يعني، حتى يعني ما عادوش هم المطر وسابوهم غرقانين، لا حاطين بطاطين ومجهزين الدنيا وقفلوا عليهم تقفيله حلوه الحاجات دي بقى بتوسع قلبك وبتخليك طبعا تقدر طبعا ان طبعا. انت. في حالات تانية طبعا اصحابها لا واخدين بالهم من الخيل وبياكل كويس والحصان كويس. في ناس بتبقى مصاحبه الخيل بمدربه، يعني في واحد برضه كان حاجه غريبه اللي هو بينادي على الحصان، ينادي على الحصان يجي له، يقول له تعالى ارجع ورا يرجع، يطلع قدام يطلع قدام. فدي برضه من الحاجات وكان عربجي مش حد يعني مثلا مدربين ولا لا، عربجي عادي. بس هو سبحان الله طبعا من كتر عشرته مع الحصان ومعاناته كويسه ليه، الحصان ابتدى يستجيب وكانه متدرب بالظبط يعني.